وهرب مراد بيك وهرب ابراهيم بيك. ناس بيقولوا انهم متحصنين في الصعيد، وناس تانية بيقولوا انهم مشوا السودان. يا اخي جبار جيش بونابرت ده خلص عليهم في ايام. امال احنا ما كناش قادرين على المماليك ليه؟ عشان عمرنا ما حسينا بقوتنا يا شيخ سليم. كنا دايما متفرقين، لم نعتصم بحبل الله. وزي ما بيقولوا خلق الناس عبيدا للذي يأبى الخضوع. ما تاخذنيش يا شيخ يحيى، اهو ده عامل زي كلام المحروس صابر ابنك، بيسمع له كلمتين من طلبة الازهر في مصر ويجي يصدع دماغتنا احنا بيهم هنا. يا حاج شاب انت كل كلامك ده قفش وصم كده. ماله صاب؟ ما هو زينة شباب البلد وكلنا بنتشرف بيه في الازهر، ولولا كلامه واللي عمله حامد والشباب كان زمان اهالينا ما رجعش حد منهم حي. انتوا يا شباب ليكم جميله وحق في رقبه كل بيت في بلد. طب هو احنا قلنا حاجة يا شيخ سليم؟ ربنا يبارك في الرجالة، كتر خيرهم. اما لو كان المماليك هم اللي انتصروا على الفرنسويه دي كانت هتبقى وقعه سخنه. الحمد لله، نحمد ربنا. بتحمدوا ربنا على احتلال بدل احتلال. يا ابني هو احنا كنا لسه خلصنا من كلام ابوك لما هتبتدي انت؟ خلاصة القول يا الشيخ سليم، احنا جايين مخصوص نعرف ناويين تعملوا ايه، انتوا الكبار وانتوا اللي لازم تقولوا. اسمع يا حامد يا ابني، لما مصر كلها تخرج وتحارب المحتل احنا كمان هنخرج ونحارب المحتل، لكن احنا نبدا ونروح في الرجلين لا او الف لا. ما هي دي المشكله يا بسليم، محدش عايز يبدا، وعشان كده الهكسوس قعدوا 100 سنه، والاتراك قعدوا 300 سنه، والمماليك قعدوا 200 سنه، والفرنساويين هيقعدوا اكتر واكتر واكتر، عشان محدش عايز يبدا، كله مستني التاني يبدا. ريح نفسك يا ابني، احنا مش هنبدا. طب انا هروح مصر يا بسليم، هبدا من هناك. طلبه الازهر وعلماء الازهر لا يمكن يقبلوا بالاحتلال ده، والاحتلال ده بالذات. واشمعنى يعني الاحتلال ده بالذات؟ لانه احتلال كافر، على الاقل الاتراك والمماليك مسلمين. بس الفرنساويه مش كفر، الفرنساويه مسيحيين يعني اهل كتاب. مش اهل كتاب. ازاي بقى مش اهل كتاب يا متعلم يا بتاع الازهر؟ لو انت هتكفر خلق الله وانت قاعد. ما تفتفش، عيب بيمضغ بالكلام يابا. مش يا بسليم يا بسليم، اهل الكتاب هم اقباط مصر اللي اتولدوا هنا وعاشوا هنا، اكلوا اكلنا وشربوا ميتنا. مرقص اهل كتاب يا بسليم، عزق معايا بالفاس، هو ناحيه وانا ناحيه، لقيته في الشده ولقاني، شال معايا في العزا وشلت معاه في الفرح، لا عمره داس على مصحف ولا عمره على صوته قصاد جامع، عطش نفسه في رمضان عشان خجلان يشرب وسطينا. هم دول اهل الكتاب يا بسليم، مش الفرنساويين يا حاج شهاب. رد عليه انت بقى يا شيخ يحيى. والفرنسوية برضه يا صابر يا ابني أهل كتاب، لو ما اعتدوش علينا. لا ما تاخذنيش يا عم الشيخ يحيى، انت كده بتساوي بين مرقص واي مسيحي في الدنيا. يعني لا مؤاخذه يعني من غير ما اعرف دين زيك ومن غير مدرس شرع زيك انت كمان يا صابر، انما مرقص ده مش ضيف عشان اقول له اكلت اكلني وشربت شربني. مرقص ده مصري زيه زي صابر بالظبط. غلبتني يا شيخ سليم. ما تبصليش، ما قال لك غلبتني. عشان هو ده كلام الكبار.